السلام عليكم، أنا حسين وهاي قناتي. الساعة 6:15 الصبح، وصراحة الهواء حلو جميل يعني، وهذا أول يوم عيد، فيعني النشاط فول، الحماس فول، الونسة فول ما شاء الله. فاليوم رايح أركض، أول مرة بحياتي أجرب أركض. فطبعا صار لي هواي منتظر العيد، فلازم من الصبح بالستة تقعد فول، تشرب لك ماي وتروح تركض. إيه، السلام عليكم مرة ثانية. صراحة أنا ركضت طلع أصعب من ما أتوقع. أوكي، كلش صعب، رجلي شنجت. أوكي. ساعة ب6:05 هسه. الجو رهيب، أتوقع أكو هوا يعني ما قاعد تسمعوني، ما جايب المايك. زين، فيديونا اليوم عن شنو راح أحكي؟ طبعا ورا هذا الفيديو راح أروح أغير هدومي وأروح أبدل حتى أطلع غير مكان، وهمين أصور لكم فيديو العيد ينزل على القناة الأساسية هاي المرة. أوكي، زين. اليوم راح احكي عن ليش قمت انشر بس فيديوهات دراسية يعني، وين محتوى تطوير الذات. ترى بعدني انا مهتم بالمحتوى هذا. ان شاء الله راح يكون المحتوى تطوير الذات على هاي القناة، بعد ما راح يكون اي محتوى على غير قناة، والقناة الاساسية راح تشتغل بس دراسة وتجارب يعني. فان شاء الله على هاي القناة راح يكون المحتوى التطوير من اخلص سادس طبعا. فالقناة الاساسية راح يكون بها الدراسة والتجارب، مو بس دراسة. فهاي اخاف يعني تقولون هاي شنو، هاي شاف الدراسة بيها فلوس وظل ينشر بيها. ترى ما قاعد انشر بيها على مود المشاهدات او فد شي، بس احنا مود فد شي يستفادون منه الطلاب، خصوصا لبي رغباتهم. يعني اكثر فيديو مطلوب مني الملازم مال 2025. هاي المدرسين بعدهم ما اجى دورهم، اجوا دور الملازم والملازم. فان شاء الله راح اسوي فيديو عن الملازم، وبس مو هسه بعدين على القناة ديش. فهاي باختصار شنو راح يصير بالمستقبل. ان شاء الله هاي القناة راح تكون فقط تطوير ذات، يعني شلون تغير حياتك بس وبدون مجاملات. يعني راح يكون فيديوهات حادة شوية يعني حتى تفيدك اكثر شيء. وان شاء الله القناة الثانية راح يكون بيها يعني القناة اللي بيها مونتاج وهيك. اوكي رجلي كلش قاعد توجعني، هذا اول يوم اركب فيه. ان شاء الله مو اخر يوم، يجوز فد يومين اصير زين وارجع. صراحة اللي يفضل اطلع من وقت اكثر، يعني اكو ما شاء الله اكو ناس مو كل نايم والشمس طالعة همينة. طبعا يفضل الشمس مال الصبح تقعد بيها تشوفها، لانه كلها فيتامين دي وما بيها يو في عالي، يعني اشعة فوق البنفسجية ناصية، فبالتالي فيتامين دي انفينيتي. وهاي ان شاء الله اسوي فيديو ثاني عنه. بعد يعني حدا ما شايف الشمس الافضل، هل الشمس اللي اصعد بيها بالسطح لو شلون؟ اتمنى طبعا قد تسمعوني، وهذا اول فلوج بحياتي اسويه، فبالتالي يعني اذا التصوير اوكي. ما بقى عندي حد شيء، يجوز احكي لكم عن العيد ليش حلو هالسنة. شوف، هو عيد الله يعني، فرب العالمين انحط عيد. يعني انت مسلم صايم في نهاية رمضان، حتى لو جيت حاب رمضان فالعيد لازم تفرح بيه. زين، ليش أنا ما أفرح بالعيد؟ ليش العيد أشوفه مو مثل أيام زمان؟ أيام زمان كنا زعاطيط، كنا صغار، فالعيد كان نشوفه حلو كونسة وعيديات ويش. أما هسه من كبرنا قمنا نشوف العيد سخيف، لأنه تروح تبوس خالاتك وعماتك وما أدري شنو، جدك يعطيك عيدية 5000 ما توكل خبز. هاي هسه من كبرنا، بس أنا من كبرت أكثر واكتشفت وعرفت شنو معنى عيد. فالعيد هو إنه تحتفل بأنه رب العالمين تقبل صيامك أو غفر لك أو طلعت من العيد كأنه أنت جاي من الحج. يعني شخص من يجي من الحج يجي طاهر، بس هو وحتى شعر ما عنده وكله أي ذنب ما عنده، فيجي يعني فرحان. أما بالعيد نفس الشيء، بس المشكلة إنه اللي يفرح بالعيد هو الشخص اللي صدق غفرت ذنوبه، اللي استغل رمضان صح، اللي تعب وصام عدل وصلى عدل وسوى أدعية وزيارات وذني السوالف، اللي قرأ قرآن وختمه. هذا الشخص اللي راح يفرح بالعيد، اللي عرف قيمة رمضان فيفرح بالعيد. أما الشخص اللي لا صيامه من باب الشرجي، صلاة بالقوة يصلي، قرآن ما فتح،
فهذا خليه لا يفرح بالعيد، ولا راح يجي يوم يفرح بالعيد. فالعيد هو كل شخص ومعرفته بفائدة العيد. فالحمد لله يعني هذا العيد ما شاء الله كان بالنسبة لي أحلى عيد، يعني أكثر عيد تونست بيه، لدرجة إن البارحة ما قدرت أنام. اليوم نايم بس 5 ساعات وقاعد بالستة، ب5:30 بالأصح، أو قبلها حتى صلي صلاة الفجر. فهذا باختصار كان فيديونا اليوم. راويتكم شوية فلوج، أو شاركت وياكم أول مرة أركض بحياتي. البزون هاي ما عندي أكل، مهم. وجربت هاي التجربة، أول مرة أطلع بهيج وقت، وأول مرة أفتح موبايل وأصور، وأول مرة أركض قدام الشارع، وكان أكو عامل يشوفني. أوكي. فاليوم جربت أكثر من شيء لأول مرة بحياتي. فاكتب لي بالتعليقات إيش وقت آخر مرة جربت في شيء جديد. طبعا إن شاء الله بالقناة الثانية همي أنا ما أدري إذا راح أقولها لو لا، بس هنا إن شاء الله أمين راح أجرب في شيء جديد. أوكي. بس خلصنا. ما ادري، اتوقع انتم قاعد تحسون نفس الشيء، بس ما اريد انهي هذا الفلوج، اريد اسوي بعد فد شيء، فد حماس. هسه اروح اغسل غسل العيد ان شاء الله، وحتى اجهز للطلعه الثانيه، اصور لكم فيديو العيد شلون ممكن تستغل العيد. فاشوفكم فيديو جاي. خطيه اكو واحد دعم هاي الحمامه، فصراحه ما راح اقدر ادفنها، بس يعني شيلت هذا اللي بالزباله. فابعد الاشياء عن يعني هواي اشوف بزازين ميته يعني بالشارع، اتمنى لو اقدر اوخرين بس ما اقدر. بس هاي الحمامه شفت كيس شيلتها حطيتها هنا، هي تتحلل هنا، يعني ما اقدر ادفنها. هذا اللي اقدر اسويه، احسن ما ادبها بالزباله. فهذا الكيس يندب بالزباله. فابعدوا الاشياء عن الطرقات، خصوصا الحيوانات، يعني حطون على مكان يعني تستفاد منه الزرع، او هو اصلا يتحلل بمكان نظيف يعني. بالتوفيق.